صحتك ببساطة. كل المعلومات هتوصلك بطريقة سهلة وبسيطة. عمرك فكرت الأكل اللي في جسمك بيروح فين بعد ما تبلعه؟ تعالى نعمل رحلة سريعة جوه جسمك ونعرف الأكل ده بيروح فين. الأسنان بتقطع وتطحن، واللسان بيساعد على تحريك الأكل. في نفس الوقت الغدد اللعابية بتفرز اللعاب اللي فيه أنزيم الأميليز، وده بيبدأ في تكسير النشويات. كده اللسان بيدفع الطعام عشان يروح للمريء. نيجي للمريء اللي هو عامل زي الأنبوبة العضلية، يبدأ ينقبض ويوسع علشان يبدأ الطعام يتحول إلى المعدة عن طريق عملية اسمها الحركة الدودية. المعدة هنا عاملة زي الخلاط بالظبط، خلاط يبدأ يخلط الطعام بالعصارة المعدية. العصارة المعدية فيها حاجتين، فيها حمض قوي جدا بيقتل الميكروبات، وفيها حمض البيبسين بيكسر البروتين. هتقول لي الحمض القوي ده بيأثر على جدار المعدة وممكن يسبب قرح. هقول لك لا، جدار المعدة هو عبارة عن طبقة مخاطية بتحمي المعدة من حدوث القرح اللي ممكن تحدث نتيجة الحمض القوي جدا ده. الأكل هنا في المعدة بيتحول لسائل عجيب اسمه الكيموز. الكيموز ده هو عبارة عن عجينة من الطعام اللي هي المهضومة جزئيا. تبدأ المعدة تدفع الطعام ده أو الكيموز جزئيا أو شوية شوية إلى الاثنى عشر اللي هي بتكون أول أجزاء الأمعاء الدقيقة. هنا الشغل الجامد والمشاركة الجماعية ما بين أعضاء الجسم. بعد ما القطع المهضومة من الطعام دي ما بتروح عن طريق الاثنى عشر للأمعاء الدقيقة، هنا تبدأ المشاركة من الأعضاء. يروح الكبد يبعت العصارة الصفراوية عشان يبدأ في تفتيت الدهون. دور البنكرياس يبدأ يفرز أنزيمات مهمة لهضم البروتينات والنشويات والدهون. وبعد ما الكبد بيقوم بدوره بإفراز العصارة الصفراوية والبنكرياس يفرز الأنزيمات المطلوبة للهضم، يبدأ هنا رحلة الطعام أو العلاج في الأمعاء الدقيقة عشان تبدأ الجسم أو يبدأ الجسم يمتص الغذاء. مع بداية رحلة امتصاص الغذاء في الأمعاء الدقيقة، في عامل مهم جدا في تكوين الأمعاء الدقيقة. في نتوءات صغيرة بداخل الأمعاء الدقيقة بتحتوي على شعيرات دموية صغيرة جدا بتساعد على امتصاص الغذاء أو جزء الطعام اللي هو المهضوم، ويبدأ هنا امتصاص قوي للغذاء. ومن هنا تبدأ السكريات والأحماض الأمينية تدخل الدم. الأحماض الأمينية دي اللي هي الوحدات الصغيرة من البروتين. الدهون والفيتامينات تروح الجهاز الليمفاوي. خلصنا الامتصاص، البواقي بتروح على الأمعاء الغليظة. القولون هنا مش بيهضم ولكن يمتص المياه والأملاح، تمام، ويبدأ يحول الباقي لفضلات، ومنها الفضلات تروح للمستقيم ثم تطرد خارج الجسم. يعني باختصار من أول ما تاكل لحد جسمك ما يخلص، الهضم رحلة طويلة جدا منظمة بدقة جسمك بيعملها من غير ما تحس. يا رب إن شاء الله تكون المعلومات سهلة وبسيطة. سلام عليكم.